تعالوا بقى اقول لكم على احسن طريقه نقدر نعمل بيها الصدوق الاسكندراني. نحط الصدوق بتاعنا هنوزعه على الطاستين عشان خاطر يبقى فيه حريه ان هو ياخد صدمه كويسه. احنا هنقدر نحط الثوم على كده، لكن انا يعني افضل عشان خاطر تمشي الامور معانا كويس بالنسبه في البيت يعني نشيل الصدوق شويه من الطاسه ونحط الثوم في نفس الماده الدهنيه الموجوده. لا، فعندنا اختيارين: يا اما نحط الثوم على هنا على طول وبعدين نحط البصل وبقيه المكونات، يا اما نرفع الصدوق من الطاستين او من الطاسات وبعدين نبتدي نمكس الخضار بتاعنا وبعدين نبدا ننزل بصدوق تاني. ونقدر دلوقتي نشتغل الشغل كله في طاسه واحده عشان احنا خلاص عملنا صدمه للصدوق، فمفيش داعي لان احنا نستمر في التسطين. اول حاجه انا محتاج احط الخمس ست فصوص توم بتوعي، يا دوبك ريحته تطلع نبتدي نحط شويه البصل اللي عندنا، نحط معلقه الصلصه، شويه الجزر اللي احنا عاملينهم دول، وشويه الفلفل حطيناهم قدام حضراتكم كده، شويه الطماطم المتقطعين سلايسز دول، اتفقنا ان الفلفل الحامي يعني بالكميه اللي انتوا عايزينها، اللي بيحبوا سبايسي قوي يزود، اللي بيحبوا يعني زي ما على مزاجكم تماما، يعني اللي مش عايز يحط خالص ما يحطش برضو، ما فيش اي مشاكل. كميه ملح قليله كده لان الصدوق ده بس عشان الخضار، كميه الخضار، انما الصدوق بيبقى اوريدي مملح. معلقه صغيره فلفل اسود، برضو معلقه كده كزبره ناشفه. الكمون بفضل اضيفه في الاخر يعني قدام شويه. نبتدي نضيف الصدوق بتاعنا، حاجه كده 10/10 ولا في الاحلام. تقليبه حلوه كده، بس غطا شويه كده حوالي 5 دقايق وبعدين نعبي في السندوتش على طول ان شاء الله يعني. وفي الفتره اللي احنا سايبين الصدوق يستوي فيها ال5 دقايق بتوعنا كده، هنعمل مع بعض شويه طحينه حلوين لان في كتير مننا بيحب الطحينه مع الصدوق. نبتدي الشغل بتاعنا، ادي الطحينه معانا اهيت. نبتدي نحط الملح بتاعنا، شويه الملح كده معلقه صغيره كده حلوه قوي، شويه فلفل اسود صغيرين كده يعني نقول نص معلقه صغيره، برضو سنه شطه صغيره كده برضو اللي عايز، واللي عايز يزود يزود. شويه الكمون بتوعنا حلوين برضو معلقه كده. الزبادي بتاعنا 3 معالق زبادي كده حلوين، كمان فص توم صغير او فصين توم صغيرين كده. هنعصر الليمونتين اللي معانا كده كفايه، لو احتاجنا نبقى نزود. شايفين الطحينه ابتدت تتماسك مع بعضيها. نبتدي بقى الميه كده تدريجي، نحط نص كوبايه كده ونبتدي ندرج. القوام بتاعها كده ممتاز قوي، لكن هنخففها شويه كمان ونحط معلقه الخل بالمره. ممكن ما نحتاجش ميه تاني، نزود سنه صغيره بس عشان تبقى سوفت شويه واحنا بنصبها في السندوتشات. حلو قوي القوام كده. نبتدي بس حركه صغيره كده نتشيك الملح بتاعنا. رائعه رائعه فوق الوصف والله. وطبعا الصدوق بتاعنا بسم الله ما شاء الله بقى زي الفل ومستوي زي العسل، اللهم صل على النبي. في مننا كتير بيفضلوا بالعيش البلدي،
وفي كميه كبيره قوي واكتر كمان بيفضلوا بالعيش الفينو. نبتدي نحط سن الطحينه كده في الساندوتش، في قعر الساندوتش، وبسم الله ما شاء الله ندخل على الصدق بتاعنا. اللهم صل على النبي. وبكده نبقى عملنا احسن صدق اسكندراني تقدر تاكله في اسكندريه ويمكن في مصر كلها. وارجو انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد، وما تنسوش فضلا وليس امرا تعملوا لنا فولو على الانستجرام وعلى الفيسبوك. وشكرا جزيلا وسلام.